السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا جدا جدا، يا ريت تشيروه لأي حد عنده طيور عامة. لأنه يعني بجد الموضوع كبير ومنتشر قوي قوي قوي، ومنتشر بطريقة مش طبيعية، والفيروس جاي بمنتهى القوة والشراسة، لدرجة انه هو حتى بعد ما تعالجي بيرجع تاني للفراخ. فالعلاج ساعتها، الحل ساعتها ان احنا نعيد جرعة العلاج تاني، ولو جه تالت ورابع وكل مرة بتعيدي جرعة العلاج تاني، مفيش حل غير كده. ان شاء الله دلوقتي هقولك على العلاج، وهقولك ايه هو الفيروس المنتشر الموجود دوت، اللي هو الشوطة اللي جاية لكل الطيور. والمشكلة فيه انه بيصيب جميع انواع الطيور، ما بيسيبش حاجة، كبير وصغير وكله، بط ووز وفراخ حمام، كله بيجي للكل. ومع الأسف ان هو كل مادة وعمال بيشتد اكتر، لان ده الوقت بتاعه، هو بادئ اصلا تقريبا من شهر 8، ومستمر معانا شوية كمان، يعني شوية حلوين كده لحد قلب الشتاء. فلازم ناخد بالنا منه كويس، لانه فعلا بيدمر مزارع كتيرة، وما بيستأذنش، وما بيديكيش اي امارة ولا علامة في الغالب. لكن في احيانا كده تلاقي فرخة ميتة، تلاقي فرخة ناشفة وكشة، تلاقي اسهالات كتيرة قوي ما انتش عارفة سببها، تلاقي فرخة الفراخ كلها عامة اكلهم قل، ما بياكلوش زي الاول. هقولك كل الاعراض اللي ممكن تلاقيها. تلاقي ناس بتقولك الفراخ بتعرج، وبعدين انت تقولي ده ممكن تكون انكسرت ولا اتخبطت في حاجة، تتفاجئي ان المفروض اللي اتخبطت دي الفرخة لما تعرج، لما تخبط بتخف بعد يومين ثلاثة. بتلاحظي ان هي بعد يومين العملية زادت ومش قادرة، بقت بتزحف، بتدور على الاكل والشرب، بس بتاكل بسيط، بس بتزحف، ما بتقدرش توصل للاكل. تدي مثلا كالسيوم، تدي اي نوع من انواع الكالسيوم عشان تقوم على رجليها تاني، ما بتقومش. الحالة ديت عايزاكي تمسكي الفرخة كده وتشوفيها، تشوفي سلسلة اللي هي السلسلة بتاعت الصدر دي، هتحسي تلاقيها مسيفة، يعني صدرها ناشف خالص، هتلاقي رجليها سخنة نار، هتفتحي بقها كمان ممكن تلاقي مخاط فيه بسيط كده، ممكن تلاقي مثلا اسهال ابيض، اسهال كتير مستمر، حاجات كتيرة قوي. الاعراض بصي عند كل حد شكل، بس المشترك، العامل المشترك ما بين كل الاعراض دي الموت السريع، يعني الطائر ما بيلحقش يعي يومين ثلاثة ويكون اتكل على الله. وتاني حاجة السخونية، انت بتلاقي رجلين الطائر سخنة نار. طبيعي جسم الفراخ والطيور بتبقى سخنة، لكن ان رجليهم تكون ايضا نار، فده خلاص تعرفي ان ده فيروس. الفيروس اللي انا بكلمك عنه النهاردة ده هو النيوكاسل او البراميكسو، او الروشة. بيجي عند الحمام في شكل روشة، وبيجي للبط، وبيجي لكل انواع الطيور بصراحة. يعني الله اكبر، ربنا يكفينا شره. انا جا عندي للفراخ اللي قدامكم دي بدل مرة 2 و3. اول مرة جا بسخونية وفراخ، كانت فاكرين عملت فيديو قبل كده اللي متابعني وحطينا عليه. تاني مرة بقى جه لقيت فرخة برضو ماتت، حطيت علاج. تالت مرة لقيت الفرخة بتعرج، فعرفت برضو ان هو تاني. كان قبل منه الجدري. فالفراخ اللي قدامك دي جالها فيروسات 4 مرات بفضل الله، والحمد لله ربنا نجاهم زي ما انتم شايفين. اللي مات بس بتبقى اعداد ايه بسيطة، غير لما تكوني انت فاهمة ايه اللي في حاصل، غير لما تقعدي ما انتش عارفة يا عيني ايه اللي فيهم وتلاقيهم ماتوا كلهم قدامك. النهارده ان شاء الله يعني بصي في حاجتين، اما الفرخة يا اما هندي علاج لما يكون في مرض، او ان انت يعني تدي وقاية انه مستحيل الفيروسات دي تيجي ناحية طيورك. عندنا وصفتين اروع من بعض، اقولك على وصفة النهاردة، والوصفة التانية خليها فيديو تاني عشان الناس متتلخبطش، عشان الناس ايه المعلومات بتخش كلها ببعضها معاها. هقولك النهاردة على وصفة لو انت طيورك سليمة وعايزة تعملي وقاية، تمام، مش عايزة الشوطة دي تيجي ناحية طيورك ابدا، بأمر الله. هنعمل ايه؟ دي الوصفة بتاعت النهاردة، وفي اخر الفيديو هقولك العلاج لو الطيور عندها الاعراض اللي انا قلتها في الاول دي. بدل ما اقولك بقى شوفي الفيديو، فانا هعملها لك النهاردة في الفيديو ده برضو، علشان الناس اللي عندها مشكلة الفيروس ده، او الفراخ عمالة تنشف وتموت ومش عارفة ايه السبب.
كل دي كل الحالات بالاعراض المختلفه دي كلها سببها واحد، هو الفيروس. الوصفه بتاعت النهارده للوقايه. يعني فراخي سليمه وحلوه زي الفل، بس انا مش عايزاهم يجيلهم حاجه وحشه، فاعمل ايه؟ وقايه. اجمل واروع وصفه. الوصفه دي علميه ومدروسه، ومعمول ليها ابحاث علميه جديده، وهي عبارة عن مكونين اتنين هتدي ليهم يوميا بشكل يومي على قد ما تقدري، او اقل حاجة خالص 3 ايام في الاسبوع. عبارة عن ايه بقى؟ اول حاجة التوم. التوم ثم التوم ثم التوم، قاهر الفيروسات. تمام. يعني على حسب عدد الطيور اللي عندك هتجيبي توم. تجيبي بقى 7 فصوص، 5 فصوص، راس توم كاملة، حسب الطيور اللي عندك. فوق التوم ده لازم نحط حاجة خطيرة جدا، وهي حبة البركة أو الحبة السوداء، اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بيها وقال إن هي علاج لكل إيه، لكل داء، اللي هي دواء لكل داء يعني. حبة البركة دي رائعة جدا. هنمسك الاتنين نفرمهم فوق على بعض، يعني راس التوم وعليها كل راس توم عليها معلقة كبيرة من حبة البركة، ونفرمهم مع بعض في الكبة. وعلى الأكل بتاع الفراخ نحط الخليط اللي احنا عملناه ده، نحط اللي هيبقى عامل زي معجون كده. المعجون اللي عملناه ده تحطيه على الأكل بتاعهم، تفركيه في الأكل، ايا كان اكل ناشف، بس يفضل طبعا اكل يكون اللي هو بتاع بالنهار ده علشان يتاكل بسرعة. اولا يعني رفع مناعة فظيع جدا، هيمنع الفيروسات انها تهوب بس كده ناحية الطيور بتاعتك. الوصفة دي تعمليها لبط، لفراخ، لحمام، لطيور، لكل انواع الطيور. وتعمليها من عمر كام؟ من عمر بصي من عمر 5 ايام. من عمر 5 ايام. تعمليها قد ايه؟ اعمليها كل يوم لو تقدري. تعمليها 3 ايام في الاسبوع اقل حاجة. اقل حاجة. لو هتعملي كمية بسيطة 5 فصوص أو 7 فصوص، يبقى عليهم معلقة صغيرة من حبة البركة، وبرضو نطحنهم مع بعض أو ندقهم في الهون ونحطهم على الأكل كل يوم للفراخ بتاعي. طب لا قدر الله انتي فراخك بقى عندها الشوطة اللي ماشية في البلد دي، طب تعملي ايه وتحطي لها علاج ايه؟ الأعراض أنا قلتها لكم في الأول. العلاج بسيط جدا. هنروح الصيدلية البشري نجيب منها دواء اسمه زيفوراكس، ده مضاد فيروسات. وممكن تجيبي من عند البيطري مضاد فيروسات برضو، بس تأكدي عليه انك عايزة نوع كويس، حاجة تكون أصلية مش شعبية. ودي صورته اللي قدامك على الشاشة، ده بشري. الجرعة ازاي؟ هتجيبي الكلام دوت للناس اللي بتشوفنا لأول مرة. هتجيبي قرص وهتطحنيه كويس قوي وتحطيه على 2 لتر مية لو الفراخ بتاعتك كبيرة. لو الفراخ صغيرة يبقى على 3 لتر مية، وتدوبيه وتكوني معطشاهم جدا جدا، وتسقيهم لمدة 5 ايام. الشريط فيه 10، هي العلبة فيها شريط واحد، الشريط فيه 10، هتشتغلي على نص الشريط 5 ايام. تمام. هتلاقي حاجتك وطيورك كلها بقت زي الفل. تحطي لأي طيور عندك، بصي سمان، حمام، بط، فراخ، وز، كل انواع الطيور. انتوا فاكرين السنة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت الناس كانت يعني طيور عندها كانت بتموت كده بالهبل، وما كناش عارفين ايه السبب؟ كل ده سببه هو الفيروسات اللي بتهل مع الشتاء، وبتبقى جاية بقى ايه اللي هي جاية مستحلفة يعني. البتاع ده العلبة دي تقريبا ب47 جنيه. تمام. هنحطه لمدة 5 ايام ونريح 5 ايام، ولو حسيت ان المرض لسه موجود بتجدديه تاني، بتحطي تاني لمدة 5 ايام. تمام كده. ويا سلام بقى لو حطيتي على الاكل خلطة الوقاية اللي احنا عملناها من شوية دي، التوم وحبة البركة، وحطيتيها على الاكل مع العلاج ده، ان شاء الله هتلاقي طيورك بقت زي الفل وزي الورد. في مع العلاج دوت علاج تاني اسمه ايمولانت بشري، او هوريك صورته دلوقتي. ده العلبة منه ب27 جنيه. في منه نوع تاني اسمه ايمولانت بلس، ملوش 30 لازمة، ما تجيبيهوش. ب18 جنيه، ما تجيبيش العلبة اصلا، خسارة فيها الفلوس. انما ده هو اللي ما شاء الله حلو. هاتي من ده شريط واحد ب15 جنيه. هتحتاجي منه 5 كبسولات لو الفراخ كبيرة. لو صغيرين ممكن تستخدمي 2 بس.
ليه؟ لان انا لو صغير بحط كبسولة على 3 لتر مية، لو طيور كبيرة بحط كبسولة على 2 لتر مية لمدة 5 ايام. يبقى احط الزيفوراكس الصبح والايمولانت ايه اخر النهار. ويا سلام لو زي ما قلت لك لو حطيتي معاهم على الاكل ليهم الوصفة بتاعه الوقاية. طيب حد يقول لي طب انا ممكن احط وقايه من العلاج البشري دوت؟ ايوه طبعا، انت فراخك سليمه وزي الفل وعايزه تحطي وقايه جامده، تحطي من العلاج البشري دوت. تحطي كل يومين بس، كل اول اسبوع، يعني كل اسبوع يومين بس من الزيفوراكس والايمولانت، كل اسبوع يومين. وتمشي على كده عمر ان شاء الله الشوطه ما هتهوب ناحيه طيورك نهائي. كده قلت لك على طريقتين للتحصين، اللي هو الشوطه ما تخشش عندك اصلا، اما الطبيعيه بالثوم وحبه البركه، او بالادويه. وعايز تستخدمي الاتنين برضو مفيش اي مشكله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشيروا الفيديو دوت لكل الناس اللي عندها طيور، عشان حرام ان الحاجه بتتربى بالغالي دلوقتي وبتتكلف غالي. فربنا ما يسيبش حد في حاجته ابدا، ولا في اي حد عزيز عليه. شكرا والسلام عليكم.